حراميه ذكيه جدا بتشيل تسعيره الشنطه 2000 دولار وبتحط التسعيره من معاها 200 دولار، والولد اللي وراها بيكون شايفها وبتروح للكاشيره وبتديها الشنطه وبتديها 200 دولار وبتقول لها لا التسعيره دي غلط، سعرها 2000 دولار، وبتفضل تزعلها وبتقول لها انت كده بتسرقيني. وبيجي المدير وبيقول في ايه، وبتقول له شنطه مكتوب عليها 200 دولار وعايزه تدهني ب 2000 دولار، وبتقول انا هقدم فيكم بلاغ واقفل لكم المكان ده. والمدير بيوافق انه يديها شنطه ب 200 دولار عشان ما تعملش مشاكل، وبيقول للبنت الكاشيره باقي الشنطه اخصمه من راتبك، وبتقول بس انت كده هتاخد القبض بتاعي كله، وبلا عشان بعد كده تاخدي بالك وانت بتحطي التسعيره. وبعد ما بتمشي الواد اللي شافها بيروح للمدير وبيقول له انا شفتها وهي بتبدل التسعيره، وبعد شويه بيكون لابس بدله وبيخبط في البنت الحراميه وبيقع منه فلوسه، وبتعمل نفسها بتساعده وبتسرق منه رزمه وبتخبيها في هدومها. وبعد ما بيلموا الفلوس بيقول لها انا عازمك على الغدا. ساعتها البنت بتفرح وبتوافق، وهم ماشيين بيلاقي بنت بتشحت وبيقول لها هديها الفلوس اللي معاكي وهديها لك في المطعم عشان لو طلعتها دلوقتي هتقع. والبنت بتفرح وبتديها كل الفلوس اللي معاها، وبيقوم الست اللي بتشحت وبيقول للبنت خلي معاك الشنطه اوصلها واجي. واول ما بيمشوا بتروح على جنبه وبتسرق الفلوس كلها واللي خبيتها في هدومها. ولما بتبص في الفلوس بتلاقي ان دي فلوس مزوره وبيكونوا خرجوا اكتر من 8 شنطه منها بكتير. ايه رايك في اللي عملوه، تستاهل ولا لا؟